حبيبي مشعل، سم. عندي لك سؤال. الله يستر. السؤال محرج يعني نوعا ما. محرج مرة. طيب عطني وبعدين صور. لا أبغى الكاميرا تكون شغالة. إنا لله وإنا راجعون. ماذا تعني لك جمهورية السودان؟ هذا السؤال. الله يهديك يا يوسف، خوفتني. لا إله إلا الله. تعرف أن هذا السؤال نقطة ضعفي. هذا السؤال يا يوسف ما يحتاج إلى لا حلقة ولا حلقات، وما تكفيه تأليف المجلدات، ولا تكفيه أيام والسنين. هذا السؤال أتكلم عن السودان قصدك. إذا أردت أن أتكلم عن الفضائل: عزة النفس، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الصبر، التوكل، البطولة، الجهاد، الشجاعة، الكرم، أقول لك السودان. شيخ يوسف، أنت تعرف لفيت بعض بلدان العالم في الدعوة إلى الله، والذي نفسي بيده ما رأيت ولا أتوقع إلا أن يشاء الله إلى يوم القيامة شعب مثل السودان. في الإقبال تجدهم في الإقبال، تنظيم في الترتيب، شيء عجيب. يعلم الله أنهم في فقر لا يعلمه إلا الله، يده يتمنى أنها تنقطع يأخذ منك ريال ولا جنيهات بالعملة السودانية. حتى أحيانا بغى أدفع من مخباي، لا، انضيف عندنا. مرة يا شيخ يوسف كنت في جامعة، عندي محاضرة في جامعة إسلامية في أم درمان. كانت في دكتورة بروفيسورة هي اسمها هاجر، كبيرة في السن، وقالت لي هذه عميدة الجامعة، قالت لي عندكم قبل فترة سوداني أكرمتموه، الأمانة، الأمين حق الغنم. تعرف المقطع هذا اشتهر؟ قلت نعم يستاهل. قالت سمعت أنكم أعطيتوه كم ألف وأنكم جبتوا هو وأمه يعتمر. قلت هي يستاهل. قلت كل الأمانة اللي سواها. قالت إيش الأمانة؟ عشانهم ما عطاهم خروف أو كذا وأمين على الحلال؟ قلت ايوه. قالت حنا يا الشعب السوداني نشوفه إنه ما سوى شيء جديد ولا غريب، حنا تربينا من صغرنا على الأمانة. قلت يا الله. يعني باختصار يا شيخ يوسف، إذا بتكرم رجل أمين فأقول لك أكرم أهل السودان. ما ودي أن أتكلم عن هذه، ولكن من باب البشائر أقولها لك يا شيخ يوسف. أول فضل من الله، تحجبت قرابة وأكثر من 1000 إلى 1500 فتاة بفضل من الله. شفت مقطع لي في اليوتيوب عن توبة في شارع في الساحة الخضراء في السودان، في أركويت في الخرطوم، توبة 100 شاب. الدعاء راحوا لهم بعدي، أبو ثامر، ورأيت في الحفل الغنائية تركوا الحفل الغنائية ثم يتوجهوا للدين. فالشعب بسيط، ولكن رسالتي شيخ يوسف لك ولدعاتنا وعلمائنا وتجارنا، وين السودان؟ هذا الشعب الطيب. الله يسلمك. والله أنا أهل السودان صراحة يعني أصحابي سودانيين كثيرين جدا ما شاء الله. والله رأيت منهم الصدق، ورأيت منهم الأمانة، ورأيت منهم الإخلاص. فصراحة شعب لا يوصف. والله يا شيخ مشعل إني أحببت السودان من حبك له. وتوعدني إن شاء الله بالزيارة لهم بإذن الله. مرة. اشهدوا يا ناس. نستودعكم الله. ولا تسأل هذه الأسئلة المحرجة. وكونوا على العهد نجني ثمارا، ونغرف مما بعنا بارتواء. قلوب كنقش الغيوم تنامت، وفي إثرها الغيث يهمي سقا. فيا رب بارك لقاءاتنا، وزد حين نرسو بشط الوفاء.